السلام عليكم. في حاجة كبيرة بتحصل في سوريا، حاجة محدش عاوز يتكلم عنها ولا حد عايز يفهمها للناس، كأنها سر مخفي وسط الضباب الكثيف بتاع السياسة الدولية. بس الحقيقة طلعت تركيا الحليف الأكبر للنظام الجديد في سوريا ساكتة على غارات إسرائيلية قرب القصر الرئاسي، ساكتة على تهديد مباشر لأحمد الشرق. هل تركيا تخلت عن حليفها ولا في اتفاق سري أكبر من اللي احنا متخيلينه؟ اللي هقوله دلوقتي مش تحليل عادي، دي معلومات منشورة في مصادر إسرائيلية وتركية وغربية، وبتفتح ملف حساس جدا، ملف بيكشف لعبة استخباراتية دولية فوق الأراضي السورية. احنا دلوقتي قدام واقع بيقول إن السماء السورية ما بقتش آمنة لا للرؤساء ولا المدنيين ولا حتى الجيوش. اللعبة اتغيرت والطرف الجديد اللي دخلها مش جاي يهزر. اللي حصل أشبه بتسريب عسكري خطير مش مجرد خبر، والموضوع بدأ بضربة إسرائيلية جديدة قرب القصر الرئاسي في دمشق. لكن المفاجأة كانت في وجود الطيران التركي في نفس الوقت بيعمل طلعات استطلاعية وبيستخدم أنظمة حرب إلكترونية. إيه اللي جاب تركيا في لحظة حرجة زي دي؟ هل كانت بتراقب بس، ولا كانت عارفة مسبقا بالقصف، ولا كانت شريكة في لعبة استخباراتية كبيرة بتتلعب في سماء سوريا؟ والأول مرة بتشوف تحرك تركي غامض في وقت الضربات الإسرائيلية والسكوت التركي المرعب. أي محلل سياسي يقف ويقول في حاجة مش مفهومة. النهاردة هنعرض لكم كل التفاصيل، من التسريبات للمقالات للتحليلات، وهتخرج من الفيديو ده وانت شايف سوريا بشكل مختلف تماما. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية من أولها. من يومين إسرائيل شنت غارات جوية قرب القصر الرئاسي السوري، ودي مش أول مرة، بس المرة دي مختلفة. المرة دي الغارات كانت جريئة بشكل غير مسبوق، والمستهدف كان قريب جدا من دوائر القيادة العليا. واللي حصل بعد كده خلى كل الأجهزة المخابراتية في المنطقة في حالة استنفار. ليه؟ لأن تركيا ما تكلمتش، مفيش شجب، مفيش تنديد، مفيش حتى تغريدة رسمية. وده رغم ان تركيا طول الوقت بتظهر انها الحليف الاساسي لاحمد الشرق، وانها بتدعم استقرار سوريا الجديدة، وانها هتدخل انظمة دفاع جوي وهتعمل قواعد عسكرية على الاراضي السورية. بل بالعكس، قبل كده لما اسرائيل ضربت مطار حما، وده على حسب التسريبات كان المفروض يكون في قواعد تركية، ساعتها تركيا طلعت بيان وقالت انها مش هتقبل بتهديد امن سوريا. طيب المرة دي ايه اللي حصل؟ جريدة جروزاليم بوست الاسرائيلية فجرت المفاجأة، قالت ان في نفس وقت الغارات الاسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق كان في مقاتلات تركية من طراز F-16 بتنفذ طلعات استطلاعية في نفس المجال الجوي. يعني ايه؟ يعني الطائرات التركية كانت شايفة اللي بيحصل، كانت بتراقب، وكانت عندها فرصة تتدخل. لكن مش بس كده، الصحيفة قالت إن الطائرات التركية فعلا أصدرت تحذيرات إلكترونية للطائرات الإسرائيلية باستخدام أنظمة حرب إلكترونية متطورة. بس الأهم من ده كله إن جريدة سوجو التركية المعارضة نقلا عن قناة N12 الإسرائيلية إن تركيا مش بس ركبت، لأ، دي كانت بتنفذ طلعات استطلاعية جوه المجال الجوي السوري، وكانت بترصد كل حركة إسرائيلية. يعني تركيا بعتت رسالة واضحة جدا لإسرائيل: احنا شايفينكو ومش هنسكت طول الوقت. اللي بيحصل هنا مش صدفة، تركيا بتحاول تبقى القوة الجوية المسيطرة على سوريا. وعلى حسب الجروزاليم بوست، في مصادر استخباراتية بتقول إن أنقرة عايزة تحول قاعدة T4 إلى مركز للطائرات بدون طيار، واللي إسرائيل ضربتها أكتر من مرة. يعني تركيا داخلة اللعبة وبتحاول تفرض سيطرتها على الأجواء السورية، بس بهدوء وبدون مواجهة مباشرة. وإسرائيل مش عاجبها الكلام ده خالص. إسرائيل مش هتقبل إن أي حد يمنح طياراتها من التحليق فوق سوريا، ولا هتقبل قواعد عسكرية تركية على بعد كيلومترات من حدودها. وده يخلينا قدام احتمالين كبار: واحد، تركيا مش عايزة تصطدم بإسرائيل دلوقتي فبتراقب وبتوجه تحذيرات، لكنها مش مستعدة لمواجهة مفتوحة. اتنين، أو إن تركيا بالفعل بتجهز نفسها لتكون الحامل العسكري لسوريا الجديدة، وبتحاول تثبت رجلها جوه اللعبة من غير ما تعلن الحرب. إسرائيل بتكسب سماء مفتوحة في سوريا، بتضرب، بتهدد،
وبتوجه رسائل سياسية من الجو. تركيا بتحاول ترسخ وجودها، بتبعت طيارات، بتعمل قواعد، وبتشتغل على تحويل قاعدة T4 لمركز طائرات بدون طيار. لكن الشعب السوري هو الخاسر الحقيقي في وسط الصراع ده كله. قصر رئاسي مهدد، سماء مليانة طيارات، ولا حد بيفكر في استقرار سوريا فعلا. لكن السؤال المخيف هنا، هل إسرائيل هتسكت؟ اللي حصل مش غارة وانتهت، اللي حصل ممكن يكون شرارة لحرب جوية جديدة في سماء سوريا. حرب مش بين النظام والمعارضة، لا، دي حرب بين قوى إقليمية كبرى، كل واحد فيهم عاوز يكون صاحب الكلمة العليا. اللي بيحصل في سوريا مش مجرد اشتباك بين دولتين، دي معركة نفوذ ضخمة، معركة سماء وجغرافيا ومخابرات وتحالفات بتتغير كل يوم. هل تركيا فعلا بتدعم الشرع ولا بتستخدمه ككارت سياسي ضد إيران والنظام القديم؟ هل إسرائيل ناوية توصل لمرحلة إنها تسيطر على دمشق جوا، ولا هتتدخل قوة تانية زي روسيا أو أمريكا تفرض قواعد جديدة للعبة؟ في وسط ده كله، هل يقدر النظام السوري الجديد يثبت نفسه وسط الحيتان دي، ولا هيتحول لمجرد ساحة معركة ما بين الكبار؟ هل هنشوف صدام مباشر بين إسرائيل وتركيا فوق سماء دمشق؟ هل أحمد الشرع هيبقى ضحية لعبة أكبر منه، ولا فعلا تركيا هتحميه؟ هل أمريكا طرف ساكت في الخلفية، ولا هي اللي بتدبر المسرح كله؟ وإيه موقف روسيا من اللي بيحصل؟ هتسيب تركيا تسيطر على سوريا ولا هترد بقوة؟ كلها أسئلة مفتوحة ومفيش حد عنده إجابة واضحة لحد دلوقتي. اللي متأكدين منه إن اللي جاي هيكون أخطر، واللعبة في سوريا ما بقتش مجرد صراع داخلي، دي ساحة تصفية حسابات بين الدول. قولوا لنا رأيكم، هل تتوقعوا حرب جوية بين تركيا وإسرائيل؟ هل أحمد الشرع ممكن يكون كارت اتحرق، ولا لسه في أوراق مخفية محدش كشفها؟ هل تركيا متواطئة ولا بتحاول تتفادى الصدام؟ وهل الضربات الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي السوري كانت رسالة للشرع ولا للعالم كله؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، وحاولوا تشاركوا الفيديو مع أي حد مهتم بالسياسة علشان نوصل الصورة كاملة. لو عجبكم التحليل ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، فعلوا جرس التنبيهات عشان يصلوكوا كل جديد. استنونا في حلقة جاية، لأن اللي جاي أخطر. حفظ الله مصر وشعبها وجميع الشعوب الإسلامية والعربية من كل شر وسوء. اللهم انصر فلسطين والسودان وسوريا واليمن ولبنان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.